طبعا انا مش محتاج اقول لك قد ايه الحاجات بتغلى الفتره دي، مش في مصر بس، ده في العالم كله. اقتصاديا العالم بيمر بازمه ومستويات التضخم وصلت لمستوى عالي جدا، والحكومات كلها بلا استثناء بتحاول تحجم التضخم ده. بس هي الازمه دي هتخلص اصلا؟ ولو خلصت هتخلص امتى؟ وهنرجع نعيش كده حياتنا طبيعيه زي ما كنا عايشينها زمان؟ ازيكم، انا احمد البكر، وفي فيديو النهارده هنحاول كده نتكلم وندردش شويه عن كل الاسئله دي علشان نبقى فاهمين كده مع بعض احنا رايحين على فين. كوبايه الشاي بقى او القهوه بتاعتك، ولايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. طبعا من الاول كده احنا كلنا فاهمين ان احنا في فتره تضخم، وللي مش عارف التضخم معناه ان سعر الحاجه اللي احنا بنشتريها بيزيد، او ان سعر العمله قيمتها الشرائيه بتقل. يعني مثلا ان الحاجه اللي انا كنت اقدر اشتريها امبارح بجنيه النهارده انا بشتريها ب2 جنيه، وهنا معناه ان قيمه العمله نفسها قلت بنسبه 100%. طب تعالى كده نفكر مع بعض، هو ليه التضخم بيحصل اصلا؟ الحقيقه هو بيحصل لثلاث اسباب. اول سبب اسمه الكوست بوش انفليشن، وده معناه ان سعر مواد الخام نفسها زادت. تخيل كده معايا مصنع بيصنع لبس وبيبيع مثلا بنطلونات، البنطلون ده بيكلفه 5 جنيه وبيقدر ان هو بعد كده يبيعه ب 10 جنيه، وعامل نسبه كويسه جدا ان هو يقدر يكسب فيه. فجاه المصنع اكتشف ان الخامه اللي بيصنع بيها البنطلونات غليت، فطبيعي جدا ان هو يزود السعر اللي كان بيبيع لك بيه علشان يفضل يكسب نفس المكسب. ده مش بس كمان مواد الخام والماتيريال هي اللي ممكن تغلى، ده في حاجات كتيره ممكن تغلى وتاثر على سعر البنطلون ده نفسه، زي مثلا الكهرباء زادت او البنزين زاد، او حتى العماله اللي عنده نفسهم طالبين بزيادات في مرتباتهم. كل الحاجات دي بتزود تكلفة التصنيع على المصنع نفسه، فبيضطر ان هو يزود سعر السلعه بتاعته علشان ما يلاقيش نفسه في الاخر ان هو بيفلس ويقفل. تاني نوع هو الديماند انفليشن، وده معناه ان بقى في ناس كتيره جدا محتاجين نفس الحاجه، والحاجه دي مش مكفيه الناس دي كلها اللي عايزاها. وده بيحصل عموما لما الناس بيكون معاها فلوس اكتر تقدر تصرفها على الحاجات اللي هي عايزاها. وهنا بقى بيجي دور الحكومات. يعني مثلا لما تلاقي قلل نسبه الفوائد بقى اسهل للناس ان هم يبتدوا ياخدوا قروض، يبقى معاهم فلوس في ايديهم يصرفوها على اللي هم عايزينه. بس في نفس الوقت الحاجه دي اللي هم عايزينها محدوده، وبقى في ناس كتيره جدا محتاجاها، فسعرها يبدا يزيد. والناحيه الثانيه برضو بيحصل نفس الكلام. يعني مثلا في فتره زي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ان التضخم فيها اصلا عالي، الحكومه والبنوك يبداوا يزودوا سعر الفايده، ففكره ان اي حد ياخد قرض ما بقتش سهله زي الاول. الفلوس اللي في ايدين الناس قلت، فطبيعي ان الطلب هو كمان يقل، فاسعار الحاجه والتضخم يبتدي يقل هو كمان واحده واحده. ثالث نوع هو ان الحكومه نفسها تبدا تطبع فلوس اكتر، وطبعا دي مش محتاج ان انا اقول لك ان كل ما الحكومه بتطبع فلوس اكتر كل ما قيمه الفلوس دي نفسها بتقل، لان بقى في كميه اكبر من الفلوس محتاجه تشتري نفس الحاجه، فطبيعي ان سعر الحاجه دي نفسها تزيد. والحكومه اصلا بتطبع فلوس علشان تبدا توفر وظائف للناس وتقلل نسبه البطاله عندها. طب هو ليه التضخم مشكله اصلا؟ في العالم المثالي ان الحاجات كلها هتزيد بنفس النسبه، يعني مثلا الزيادات حصلت في الحاجات اللي احنا محتاجينها بنسبه 100%، وصاد ده مرتباتنا هي كمان زادت بنسبه 100%. لو الموقف ده حصل انت مش هتحس باي فرق ومش هتحس ان في مشكله اساسا، بس هي المشكله بتحصل ان مش كل حاجه بتزيد في نفس الوقت وبنفس النسبه. يعني من المعلومات الغريبه جدا اللي شفتها ليها علاقه بالتضخم ان المجر في سنه 1941 كان عندها تضخم بيوصل ل 150,000% في اليوم. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت مثلا لو جيت يوم الاثنين حبيت تشتري كيس شيبسي هتلاقيه مثلا ب 10 قروش، يوم الثلاث هتلاقي نفس الكيس ده ب 150 جنيه، يوم الاربع هتلاقيه ب 225,000 جنيه. وطبعا دي نسبه مرعبه، يعني انت لو تقدر تشتري بيت يوم الاثنين بنفس الفلوس دي يوم الاربع تشتري كيس شيبسي بس. تعالى بقى اقول لك على 4 طرق نقدر نعملهم علشان نحافظ على فلوسنا في الفتره الصعبه اللي احنا فيها دي ونعدي الفتره دي بسلام. اول حاجه دايما راجع فلوسك كويس، يعني من الاخر شوف دلوقتي انت الاساسيات اللي انت بتشتريها بقت بتتكلف كام وبقت نسبتها كام من مرتبك، لان هي اكيد زادت. فلما تعرف النسبه الجديده دي هتبدا تقلل من الحاجات اللي ملهاش لازمه شويه، بدل ما تصرف في الحاجات اللي ملهاش لازمه وتيجي في الاخر على الاساسيات بتاعتك. تاني حاجه هقولها لك وانا عارف ان هي صعبه شويه ان انت تعملها في فتره زي دي، هو ان انت تحوش. حاول على قد ما تقدر انك تحوش اي مبلغ انت مش محتاجه، لان لازم يكون معاك حاجه اسمها صندوق طوارئ. صندوق الطوارئ ده المفروض يكون من 3 ل 6 شهور من مرتبك علشان لو حصل اي مشكله تقدر انت تصرف منه وتكون مطمن. ثالث حاجه حاول انك تاجل اي مصاريف غاليه كنت ناوي تعملها الفتره اللي جايه لحد ما الدنيا تهدى كده شويه وترجع طبيعي تاني. يعني لو كنت ناوي مثلا تاخد قرض او تشتري عربيه بالتقسيط اجل القرار ده شويه، غير لو انت فعلا حياتك معتمده على العربيه اللي انت هتشتريها دي.
لان انت مش عارف انت هتتاثر ازاي بعد كده لو حصل اي مشكله تانية. وتاني حاجه ان الفوائد نفسها دلوقتي عاليه، فلو استنيت شويه والفوائد نزلت تبدا بعد كده تاخد قرض سياره مثلا بفوائد اقل وتدفع ساعتها فلوس اقل. اخر حاجه مش ان انت بس كمان تحوش، لا ده انت حاول كمان الفلوس اللي انت محوشها تستثمرها بقى في اي حاجه، في عقارات، في ذهب، في اسهم، في البورصه. المهم ان انت تبقى فاهم ان الفلوس نفسها لو متسابه كده زي ما هي فلوس قيمتها بتقل. فحاول دايما تحط فلوسك في حاجه بتزيد مع زياده الاسعار اللي احنا عايشين فيها دي. في الاخر خليك متاكد ان التضخم ده حاجه طبيعيه وبتحصل تقريبا كل سنه، بس يمكن السنه دي موجه التضخم دي جايه عنيفه شويه، وده يمكن ليه عوامل كتيره جدا. وفكره ان دايما ان اي بلد تقدر تحافظ على مستويات التضخم عند مستويات قليله ما بتكونش فكره سهله خالص، لان ده بيعتمد دايما على عوامل كتيره جدا، زي مثلا سعر المواد الخام، المرتبات، الانتاجيه، سعر الضرائب سواء كان زاد او قل، سعر العمله سواء كان زاد او قل، اقتصاد البلد نفسه بيزيد او اقتصاد بلد تانية نفسه بيزيد، الفوائد نفسها، طباعه الفلوس، كل الحاجات دي بتاثر على نسب التضخم. بس اهم حاجه ان احنا نكون عارفين كويس ازاي نتعامل مع الظروف الصعبه اللي احنا عايشينها، ونبقى عاملين حسابنا في الفترات الكويسه ان هيجي تاني فترات صعبه ونكون عاملين حسابنا عليها كويس. وفكره اصلا ان انت تعرف تتعامل مع التضخم هي في الاخر مهاره زي اي مهاره، هتاخد منك وقت ومجهود علشان تتعلمها. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وقول لي كده في الكومنتس بصراحه، عندك صندوق طوارئ يكفي على الاقل 3 شهور قدام؟ وما تنسوش كمان تشوفوا البلاي ليست دي هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.